Gaza, no llores, volverán tus colores. 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 Cada niño muerto es un niño nuestro. 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 Boicot Israel. Boicot Israel. Boicot Israel. Boicot Israel. Boicot Israel. Boicot Israel. ¡Viva Palestina! Palestina libre. Palestina libre. Palestina libre. Palestina libre. Palestina libre. Palestina libre. Palestina ganará desde el río hasta el mar. 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 La guerra terminará un día y la libertad volverá y a Palestina. La guerra terminará un día y la libertad volverá y a Palestina la alegría a Siria, la inocencia a Yemen y el agradable y sonido mañanero al Irak. ¡Bravo! ¿Alguien quiere decir alguna cosa? من سنة 48 بيتقتلوا، الوضع بقى أسوأ، الجوع بقى أسوأ، الحصار اشتد أكتر. يمكن الأول غزة قعدت 16 سنة سجن مفتوح ومحاصر من إسرائيل، ودلوقتي أخذوا القرار إنهم يفكوا الحصار ده، اللي فقدوه كتير، فما عندهمش استعداد إنهم يتراجعوا. الكلام ده من ناس عايشة جوه فلسطين بتبعت لنا الصور يوميا. البرد قاتل والمطر مغرق الخيم البلاستيك، مفيش أكل. فالجوع قارس عليهم، الحصار بقى بالتجويع بدل بعد الاكل بقى بالتجويع وبقى بالبرد، فما تألفوش المنظر واستمروا في الدعم بكل طريقه تقدروا بيها، اللي يقدر يرسل مساعدات يرسل، بالدعاء طبعا الدعاء هو اقرب واقوى واسرع الطرق، لان ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبهم، ونصر الله قريب، وده الوعد اللي ربنا سبحانه وتعالى وعدنا بيه، فلا تألفوا المنظر، لان اللي ماتوا دي كلها احلام ماتت، اسر اتدمرت، اطفال كان عندها طموحات زي ولادنا، لما نيجي بالليل كده نغطي ولادنا ولا ناكلهم نتاكد انهم باتوا شبعانين ودافيانين، نفتكر الاولاد اللي باتوا جعانين وسقعانين، وفي ولد منهم وهو مش واحد هم كتير ما ماتش من القصف ولكن مات من البرد، مات متجمد في الخيم في رفح، الخيم البلاستيك واللي بيدفعوا فيها فلوس برضه عشان اسرائيل تسمح لهم انهم يقيموا الخيم، فلا تألفوا المنظر واستمروا بالدعاء. بهذا الشيء ما قدرناش مثلا نمشي ولا نكونوا معاهم في المقر معاهم ساكن في يعاني، على الاقل نقاطعوا، لان شحال ديال الناس ما كيتضامنوش بهذه المقاطعه كيسحبوها عاديه، ولكن هي راه شي حاجه قويه من اجل فلسطين. يعني كنتمنى هذا هو الجهاد اللي نقدروا نضامنوا به مع اخواننا الفلسطينيين بالمقاطعه، وجزاكم الله خيرا. Hola, ahora voy a traducir lo que acaba de decir. Ha dicho que hay que dejar de comprar de esas marcas que ayudan a Israel, como Coca-Cola, McDonald's, Carrefour. Hay que dejar de comprar de eso para no enviarles dinero a Israel para que compren armas y eso empiecen a matar al pueblo palestino.